بإذن الله إني راح أنزل الجزء الثاني، وشهدوا علي إني راح أضبطه بإذن الله. يا أوه يا روحي. السلام عليكم، أنا مستر سعود. اليوم راح أسألكم الآيس كريم مثل ما قلت لكم في الفيديو مو بالسابق اللي قبله. اليوم راح أسوي لكم الحليب مثل كل شيء، حليب، نوتيلا، قوالب الآيس كريم، كيك، ملعقة. راح نخلط النوتيلا مع حليب. هنا شيء الحليب، يلا ينخلط النوتيلا. الحين راح احط فيهم، راح احط الحليب مع النوتيلا في القوالب، وبعدين راح احطه في الفريزر. وطبعا الحين توني مطلع من الفريزر، وطبعا ترى خليته 5 ساعات، والحين راح نفتحها قدامكم بإذن الله. يا رب. عرم جامد. يس، الحمد لله ضبط. والله عليها بالضبط، الحمد لله. الثاني ضبط. يس، الحين والله حلو، اقسم بالله. طعمه ذاك الكاكاو، مو نوتيلا، لا ذاك اللي كنا بودرة. شايفين الحمد لله ضبط معي. وفي الفيديو اللي قبله قلت لكم اني راح اسوي مرة ثانية جزء ثاني، وقلت لكم ان شاء الله راح اضبطه، والحمد لله ضبطته. وكذا وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى عجبك الفيديو، لا تنسى اللايك والاشتراك في قناتي. كان معكم مستر سعود. قبل ما اختم، صلوا على الحبيب.